السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، حياكم الله. تحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن. المهم إخواني أخواتي، غنتكلموا في هذا الفيديو هذا على واحد الموضوع اللي هو موضوع مهم ومفرح للمغاربة والمغربيات، للشعب المغربي بصفة عامة، لنا كجميع المغاربة. هذا الموضوع اللي هو واحد الموضوع اللي زوين، واحد الموضوع اللي غادي يعطي واحد الطاقة ويعطي واحد بزاف الأشياء المجتمع المغربي والشباب والشابات وأي واحد في المملكة المغربية كما كان عمره وكما كان في السن. إخواني أخواتي، كي شلنا في الخطاب وكيف شلنا في القرار ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأياده، واحد الخطاب اللي عطى منحة ديال 10 المليون لجميع المغاربة. هذا الفيديو غنتكلموا فيه كيفاش غيحصلوا هاد المغاربة على هذا المبلغ د 10 المليون، وكيفاش غتكون الاستفادة ديالهم، وكيفاش غيمكن لهم بسرعة انهم يقبطوا هاد الفلوس هادي وهذا المبلغ المالي، وكيفاش انها غادي تم توصل لهم. وغادي ايضا نبسطوا لكم بلا راه ما يبقاش داك الاشياء الصعيبه، حيت صاحب الجلاله تيفكر في الشعب ديالو، ديال انك تبقى تسنى هاك ولا هاك، ولا خصك كيفاش دير هاك ولا هذا الشيء غيولي بواحد الوتيره وواحد الوسيله اللي هي سهله جدا. غنبقاو معايا في هذا الفيديو باش نشرح لكم هذا الشيء كله بالتفاصيل الدقيقه اخواني اخواتي، وعلى بركه الله غادي نبداو. اخواني، كي شفنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله عطى واحد المنحه ديال 10 المليون لجميع المغاربه والمغربيات. هاد 10 المليون كتعاون بها في السكن، انك الا كنتي باغي تشري واحد السكن اللي كيكون ما بين 30 مليون ولتحت، فانت تساعدك الدوله ويساعدك صاحب الجلاله ب 10 المليون. وهاد 10 المليون غادي تكون بواحد الطريقه اللي هي سهله. غتمشي انت كمواطن مغربي وغادي تقلب على السكن ديالك اللي ما تيفوتش وهذاك المبلغ ديال 30 مليون. غتمشي تقلب على داك السكن، غتمشي تشد ديك 20 مليون او داك الشيء اللي باقي، انت ما عرف بشحال غتكون تشري داك السكن ديالك، وغادي تمشي اقرب نوطير عندكم، غتحط المبلغ اللي عندك الكماله و10 المليون اللي غتعاونك بها الدوله. فهذيك الساعه غيتكلف لك بهذاك النوطير وغيتم العمليه ديالك بكل سهوله، ما فيها لا عرقله ولا صعوبه ولا حتى شي حاجه. تمشي تقلب انت مثلا على واحد المنزل ب 25 مليون، غتجيب 15 مليون ديالك اللي انت عندك في جيبك خازنها ولا موفرها ولا تسلفتيها ولا درتي قرض من البنك ولا، وغتجيبها غتحطها لهذا النوطير، غتقول له ها الوثائق ديال هاد الدار اللي راني تفاهمت مع السيد، ها هي غيقادك الامور. هذيك النوطير غيتكلف هو ب 10 المليون اللي غتزيدك الدوله في البلاصه. غادي يتم الاجراءات ديالك وغتستافد من هذه المنحه ديال 10 ملايين. هذه بالنسبه للناس اللي غادي تقتنيوا السكن من 30 مليون الى لتحت، الى من نقولوا مثلا 15 20 25 30 حتى ل 30، الحد الاقصى 30. اما بالنسبه للناس اللي غادي يبغاو السكن ديال من 30 مليون حتى 70 مليون، فهما ايضا غادي يكونوا مستفيدين من هذه المنحه هذه، ولكن بالمبلغ ديال 7 الملايين. غتقول لي علاش غيعطيو هادو هي 7 الملايين؟ حيت ان هاد الناس هذا اللي غادي يشريو السكن من 30 حتى 70، فهما غيكونوا مهما انهم قادين يشريو دار من 30 ل 70، الا انهم عندهم خدمه مزيانه، الا انهم عندهم صالير مزيان، الا انهم الحركه عندهم منعشه منتعشه مزيانه. اما بالنسبه للناس مساكن اللي باغيين يشريو سكن اقتصادي من 30 وهبط لتحت، فهم غيكونوا في واحد الحاله اللي حاله فقر او حاله هشاشه او حاله نقص. فبطبيعه الحال الدوله ولا صاحب الجلاله فكروا في هذه الامور باش يكملوها لهم ال 10 المليون. فهمتي؟ غيكون عندهم واحد الاستفاده اكثر من البارتي جوج، فهمتي؟ اكثر من الناس ديال الثانيين اللي من 30 مليون ل 70 مليون. وايضا العمليه غتتم كالعمليه الاولى. فهذيك 7 المليون غيمشي داك السيد اللي باغي يشري دار ب 65 ولا بهذه، غيعطي داك المبلغ الاول، وهذيك الكماله ديال المبلغ باش يشري الدار غتكملها له ديك 7 المليون، غتكملها له الدوله عند النوطير اللي غيكون امور سهله. وحاجه اخرى اللي خص يعرفوها المغاربه والمغربيات، ان هذه العمليه فايضا غادي تشمل حتى الناس ديال الجاليه، حتى الناس اللي خارج الوطن وكيبغيو يشريو دار في بلادهم ولا. ورحنا عارفين حتى الناس الجاليه كاين مسكين اللي تيقاتل عاد، كاين كل واحد وكيفاش تيكون المسار ديالو، كل واحد كيفاش تيكون الظروف ديالو، كل واحد وكيفاش كيكون كيبغي يدير الامور ديالو. فحتى هو كيستافد من هذه المنحه اللي دارها الملك صاحب الجلاله محمد السادس. لان الملك دائما في الخطابات ديالو تيقول لك
كل شيء مغاربه، بحال اللي في داخل الوطن بحال اللي خارج الوطن. لذلك حتى الناس اللي خارج ارض الوطن فغيستافدوا من هذه المنحه اللي كتوصل من 7 الملايين حتى ل 10 الملايين على حسب السكن اللي بغيتي تقتنيه او السكن اللي بغيتي تشريه. الا كنتي باغي تشري من 30 مليون لتحت فغتستافد من المبلغ ديال 10 ملايين اللي هي ما سالاش اخواني اخواتي. والا كنتي باغي تقتني السكن ديال اللي من 30 حتى ل 70 فغادي تستافد ايضا من 7 الملايين. وهاد الامور هادو اللي غادي تكون بواحد الطريقه وواحد الوتيره اللي هي بسيطه وسهله كي قلت لكم، ما فيها لا صعوبات، ما فيها لا طلع لا هبط لا خصك تمشي عند فلان لا خصك ترجع حاك. فهاد الشيء هذا كله الحمد لله والحمد لله صاحب الجلاله طالع عليه وعراف بزاف د الامور ان الشعب كيتمحن في بعض الاحيان من تيوليو الامور في يد هادي وفي يد هادي. لذلك جعلها في يد النوطير. سير جيب الفلوس 15 مليون باغي تشري واحد السكن ب 25 مليون، سير جيب 15 مليون ديالك تسلفها ولا تكون عندك ولا تكون مقترضها ولا اللي كان، سير حطها اديها في الصندوق ديال النوطير. وهذيك الساعه النوطير تيتكلف في البلاصه بالاجراءات اللازمه اللي كتخول لك انك كتحصل من ديك الساعه هو دير الوتيره ديال ديك 10 مليون وكتكون الامور ديالك تمت بنجاح 100% وقتنيتي السكن ديالك وقبضتي السكن ديالك. غير هي اخواني اخواتي باش نوضحوا لكم مزيان ويفهموا الحاجه الشباب والشابات والاخوان والاخوات وجميع المغاربه ان هذه المنحه هذه كتعطى فقط للعائلات، للناس المزوجين، للشباب اللي مثلا عاد بداو الحياه الزوجيه او الرجال الكبار او ما كاينش فيها السن. فهي باش تعرفوا انها للعائلات، ماشي تكون نتايا ديال راسك عزري كي تنقولوا غتمشي وغادي تكون خدام واحد الخدمه ولا كذا ومفور واحد 10 مليون ولا هادي وغتمشي تقلب على واحد الشقه د 20 مليون وغتعطيهم 10 وغتقول لهم كملوا لي 10. فما يمكنش الا ما كنتيش عندك عائله انت بيت زوجيه عندك واحد المراه حلالا طيبه فراك ما غاديش يمكن لك تستافد من هذه المنحه هذه اللي دارها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله واياده. اخواني اخواتي بهذا غادي نساليو هذا الفيديو. نتمنى اننا نكونوا وضحنا لكم جميع الامور على حساب هذه المنحه اللي غيعطيها الملك محمد السادس نصره الله الجميع الشعب المغربي، كاع الشعب كاع المواطن اللي محتاج السكن فغادي يساعدوه بهذه المنحه هذه. اللي وحاجه اخرى تذكرتها اخواني هي اللي ما عندوش السكن، اما اللي عنده في المحافظه العقاريه اي حاجه اي منزل في الملك ديالو جاي يدير هذا جاي يستافد من هذا الشيء فراه هو غيتعاقب، حيت هذا الشيء غيدار للناس اللي ما عندهمش السكن اللي ما موفر لهمش السكن. اخواني اخواتي باش تكون في المعلومات ديالك راه ما يمكنلكش انت عندك دار ولا جوج ولا ثلاثه وغتجي حتى انت تستافد من هذه المنحه. هذه المنحه كتعطى ودات للناس اللي ما عندهمش السكن ابدا، الناس اللي كاريين، الناس اللي معوزين، الناس اللي ما عندهمش السكن ابدا، اللي ساكنين مع والديهم، اللي ساكنين مع نسابهم، اللي ساكنين مع كل واحد مع من الله يكون في العوال اي واحد. وهذا الشيء هذا اللي كاين اخواني اخواتي. نتمنى منكم الاشتراك في هذه القناه هذه الى عجبكم الفيديو، ما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم، وبسلام عليكم والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.